عارفة كام بنت في العالم عملت بيلينج في الاندر ارم او البيكيني والمكان رجع اغمى من الاول ولغاية دلوقتي مش عارفة تفتحه ازاي؟ عارفة بقى يا ستي روتيني الاندر ارم اللي كان قالب التيك توك الفترة اللي فاتت؟ انا هنا بقى يا ستي عشان اقولك ازاي تفتحي الاندر ارم والبيكيني بطريقة امنة الغمقان ما يرجعش تاني ابدا. كورس التفتيح ده موجود بقاله اكتر من سنة شرحه للبنات اللي عندي وما شاء الله بجد النتائج تحفه. واقفين على البديهيات اللي هو مفيش هير في المكان ده، اندر وير قطنيه وبتتغير مرتين ثلاثه في اليوم، ولو بنعمل شيفنج في المكان ده نعمله بالطريقه الصح. جلدك حساسه بعيدي عن اي عطور او اي حاجه ممكن تسبب التهاب المكان ده يغمق. اكتر من 100 بنت استخدموا كورس التفتيح اللي انا رشحته، النتائج كانت تحفه. كورس عباره عن كريم بتاع الاحماض زي تونر الجلايكوليك اسيد بالظبط، جلايكوليك اسيد ولاكتيك اسيد، طبعا فرق السعر رهيب يا جماعه. نسب احماض امنه عشان تقدري تستخدميها في البيت بامان. مش بيعمل بيل اوف للجلد زي ما بيحصل في العيادات، هو بس بيدوب الطبقه السطحيه من الجلد فبيدي شكل انعم وافتح للجلد وبيفتح مع الاستخدام. كمان بيخلي البشره مستعده ان هي تستقبل منتجات التفتيح بشكل اسرع واحسن. كريمين للتفتيح موجود فيهم اقوى مواد التفتيح الموجوده في الماركت كله، مفيش منتج في السوق المصري موجود فيه المكونات الموجوده في الكريمين دول. انت عايزه تعرفي اكتر عن كورس التفتيح؟ سيبيلي كومنت وانا هبعتلك رساله فيها كل التفاصيل.